السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بصحة وخير، وحشتوني جدا. النهاردة هنعمل مع بعض سندوتشات الفاهيتا اللي معظم المحلات بتبيعها غالية. هنعملها بنفس الطعم والريحة وتحدي، وهنعملها مش مكلفة خالص، بتمن سندوتش واحد بس من اللي بنجيبه من بره. هنعمل بيها ونغدي البيت كله بتمن سندوتش واحد بس. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده انا معايا نص كيلو من صدور الدجاج المتقطع عادي، اللي بنجيبه للفاليه او البانيه العادي جدا. طبعا تقدري تعملي اي كميه انت عايزاها، تقدري تعملي كيلو او نص زي ما انا عامله كده، او ربع كيلو، الكميه اللي تحبيها. لو عندك صدر الدجاج سليم كده بحاله، تقدري برضو تقطعيه شرايح رقيقه، وبعد كده تقطعيه شرايح بالطول كده زي ما انتم شايفين. للفاهيتا مش هنقطع لقطع صغيرة ولا مكعبات ولا اي حاجة، هنقطعه شرايح طولية كده زي ما انتم شايفين. انا بقطعه كده، ومش حابة ان انا اقطعه شرايح اطول من كده. هي كده مظبوطة قوي معايا. بنص كيلو من صدور الدجاج بس. يعني لو عندك صدر فرخة كده، هتعملي بيه الأكلة دي وهتبقى جميلة جدا، وهتغدي البيت كله، واقتصادية ومش مكلفة حاجة خالص، وكلها بسعر سندوتش واحد بس من اللي بنجيبه من بره. انا هنا قطعت الكمية معايا كلها كده زي ما انتم شايفين. هركنها بقى على جنب، وهجيب بصلاية كبيرة او بصلتين متوسطين، طبعا على حسب كمية الفراخ اللي بتعمليها. لو هتعملي كيلو من صدور الدجاج هتجيبي بصلتين كبار، هقطعهم لجوانح كده بالشكل ده. كل التقطيع معايا هيبقى جوانح عشان يبقى مناسب لتقطيع صدور الدجاج اللي انا مقطعاها او الفاهيتا. وهنا برضو شبيهة شوية الشاورما الفراخ، بس مع يعني تكات بسيطة كده وتغيير حاجات كده. قطعت البصل كده زي ما انتم شايفين اهو، برضو لجوليان قطعتها الاول ل4، وبعد كده قطعتها جوانح كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هتجيبي فلفل الوان. انا هنا الفلفل الالوان كنت مفرزاه عندي، طلعت منه حبة برضو مقطعاهم شرايح كده جوليان، وكمان قرنين كده من الفلفل الرومي. هتقطعي جوليان كده زي البصل بالظبط. بعد كده معايا على البوتاجاز بقى صينية فيها معلقتين كده من السمنة، او هتحطي قطعتين من الزبدة، وهنزل بالفراخ بتاعتي كده زي ما انتم شايفين لحد ما تاخد لون. هقلبها كده على البوتاجاز لحد ما تاخد كلها لون كده وتتشمع، او تاخد صدمة كلها كده وتبقى كلها باللون الابيض، وكلها تاخد لون واحد زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. وفي الوقت ده هتنزل ميتها زي ما انتم شايفين كده. هخليها على البوتاجاز كده، وهفضل اقلب فيها لحد ما تشرب ميتها دي تاني. انا هنا غطيتها كده زي ما انتم شايفين عشان البخار بس اللي طالع. شربت ميتها خالص اهو زي ما انتم شايفين. لازم تشرب ميتها عشان اتاكد ان هي استوت تماما. بعد كده هنزل بالبصل اللي متقطع زي ما انتم شايفينه كده، واديله تقلبتين كده، افضل اقلب فيه لحد ما البصل ياخد اللون الشفاف. هقلبها كده وايدي فيها على طول لحد ما البصل ياخد اللون الشفاف كده اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده هنزل بالتوابل، وهنا اللي هيديك الطعم بتاع المحلات. تحطي معلقة كبيرة من توابل البرجر. هتجيبي كيس توابل بتاع البرجر الجاهز، وهتاخدي منه معلقة كبيرة وتحطيها عليه. بجد بتفرق جدا في الطعم، وبتبقى حلوة قوي قوي. هتحطي معلقة صغيرة، معلقة صغيرة من بتاعة الشاي العادية فلفل اسمر، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة توم باودر وبصل باودر، وهتحطي معلقة كبيرة من بهارات البرجر. انا حطيت اهو، دي بهارات برجر جاهزة من كنور زي ما انتم شايفين. اتغلفت كلها كده، اديتها تقلبتين لما الفراخ اتغلفت كلها بالتتبيلة. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان، وهديها بقى تقلبتين كده لمدة دقيقة واحدة بس.
بعد كده معايا معلقتين من الصويا صوص، هتحطي معلقتين كبار كده من الصويا صوص، ده برضو من اللي بيديها طعم المحلات. بعد كده معانا حاجتين مهمين عشان يديكي طعم المحلات وطعم سندوتش الفاهيتا اللي بنجيبه من المحلات، هو معلقة كبيرة مليانة من بهارات البرجر ومعلقتين من الصويا صوص. ويستحسن او يفضل ان انت تستخدمي الصويا صوص الغامقة، بتدي طعم حلو قوي قوي، بتكون جميلة. هندي تقليبتين كده بس لمدة دقيقة كمان بعد ما نضيف الصويا صوص، وبعد كده هنطفي عليها وخلاص كده فاهيتا الدجاج بقت جاهزة معايا. تقدري بقى تعمليها سندوتشات، تقدري تحطيها تقدميها كده مع بطاطس محمرة وتاكليها بالعيش عادي، مفيش اي مشكلة. تقدمي جنبها طحينة، تقدمي جنبها صوص الكاتشب، او تحطي عليها برضو صوص كاتشب كده او مستردة زي ما تحبي. وتقدميها كمان مع شرايح الخيار المخللة او زيتون، بتكون جميلة جدا. زي ما انتم شايفين كده عملت كمية معايا حلوة اوي، نص كيلو، وعمل 3 سندوتشات كبار وكمان طبق حلو اهو زي ما انتم شايفين. ولسه في سندوتشين تاني برضو عملتهم، رمت معايا كمية حلوة اوي اوي زي ما انتم شايفين اهي. شكلها ممتع جدا وشهية جدا وجميلة جدا جدا، وهتغدي البيت كله ب8 سندوتش واحد من اللي بتجيبيه من بره. يلا بقى وفري، وكمان تنفع حلو قوي السندوتشات بتاعه المدارس. لو الفيديو عجبك بقى ما تنسيش تحطي لايك، ولو لسه مشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات يا ست الكل. شايفين الجمال والحلاوه؟ مستنيه بقى تعليقاتكم ورأيكم في الفيديو، وبشكركم جدا جدا لحسن متابعتكم للفيديو، واسيبكم في رعاية الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير، ما تنسونيش من دعواتكم الجميلة وصالح دعائكم، واسيبكم في رعاية الله واشوفكم في فيديو جديد على خير. مع السلامة.